السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنفرز فيه شويه فواكه كده ينفعونا في شهر رمضان، عشان خاطر ما نشتريش العصاير بقى اللي عليها مواد حافظه، واحنا طبعا هنكون صايمين ومحتاجين سوائل. وطبعا العصير الطبيعي هيكون حلو جدا. هنعمل من البرتقال عصير مركز، كل لتر تخففيه في 4 لتر، هيوفر عليكي كتير وكمان طعمه جميل جدا. وكمان هنعمل كوكتيل كده فواكه مشكله طعمها حلو وكمان فايدتها كبيره، وهينفعونا قوي في شهر رمضان. يلا بينا نشوف عملناهم ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملنا ايه. اول حاجه طبعا كميه الفاكهه اللي انت عايزاها بقى تجيبيها. انا جايبه برتقال وجزر وفراوله وموز وبنجر. الكميه اللي عايزه تفرزيها، طبعا الموز لازم معاه ليمونه عشان خاطر لونه ما يسمرش. الكميه بقى اللي انت عايزه تفرزيها مش هتفرق معاكي، بس ما تكتريش الجزر قوي على البرتقال عشان ما يغيرش طعمه. يعني دول 6 كيلو برتقال، انا جايبه عليهم كيلو ونص جزر، ودوت حوالي كيلو الا ربع بنجر. دلوقتي الجزر هبدا بيه اسلقه، فغسلته كويس وقشرته، وكمان قطعت رنشات كده. هحط عليه ميه وسكر واسيبه يتسلق. زودت الميه بتاعته لاني هاخد الميه بتاعته في العصير، وحط عليه كيلو سكر كامل عشان العصير بتاعي يكون مركز من السكر. كمان محتاجش ان انا احط عليه سكر تاني، بعد كده اخففه ميه بس. هسيبه بقى يستوي. ودلوقتي حطيت البنجر هو كمان، حطيت عليه ميه وسبته يتسلق. معايا كميه موز مش كبيره قوي، حوالي كيلو او كيلو وربع. هقشره واقطعه. وطبعا لازم الليمونيه دي اعصرها عليه عشان خاطر لونه ما يتغيرش، لونه ما يسمرش. وما تكتريش برضو قوي من الموز عشان خاطر ما يغيرش طعم الفاكهه. حاجه بسيطه بس بتخلي العصير كانه محتاج، يعني ما يبقاش محتاج معاكي لبن، كانه كده زبادو من غير لبن. هقطع كمان الفراوله، او ممكن اسيبها سليمه زي ما هي. الجزر كده خلاص استوى. لازم طبعا اسويه كويس جدا عشان خاطر يتضرب كويس في العصير، ما يكونش حتت. لازم يستوي كويس جدا، لكن طبعا ما سيبش السكر يعقد ولا حاجه في الميه. اول ما الجزر يستوي كويس اطفي عليه واطلعه. جهزت كل الفاكهه بتاعتي بقى. قشرت البرتقال كويس، طبعا لازم اشيل الابيض اللي عليه ده خالص، واشيل البذر اللي فيه، واتاكد ان البذر اتشال كله عشان خاطر ما يعملش مراره معايا. وكمان الفراوله عليها معلقتين سكر كده، دي بتحفظها، ما تخليهاش تغمق ولا اي حاجه، تفضل معاكي لو قعدت سنه كلها تفضل سليمه زي ما هي. البرتقال اهوت مقشره، ما عليهوش ابيض خالص ولا فيه ولا بذره. لازم اتاكد ان مفيش بذره في البرتقال عشان ما يمررش. شلت شويه احطهم في الاكياس، وشويه تانيين هعملهم بقى مركزين في الخلاط. حطيت حبه برتقال وعليهم حبه جزر مش كتير، يعني الشفشق البرتقال عليه حوالي نص جزريه بس، ما تكتريش قوي. وحطيت من الميه بقى اللي احنا حاطين عليها سكر. اضرب العصير كويس بقى، لازم انعمه كويس، وبعد كده هصفيه بالمصفى. طبعا الميه دي بستخدمها في العصير، ما بحطش سكر تاني على العصير، هو عليه سكر كتير. فانا بعد كده بخفف ميه بس، يعني كل كوبايه تحطي قصادها كوبايه تانية او اكتر، وهيكون سكرها كده معاكي مظبوط. اصفيه بقى كويس، طبعا لازم اصفيه عشان خاطر التفل بتاع البرتقال والجزر ده كله بيطلع. كده خلاص صفيته كله كويس. اعمل باقي البرتقال بقى مع الجزر تاني، وازودهم ميه. مكترش برضو جزر عشان ما يغيرش طعم العصير، احنا عايزين يدينا اللون الحلو بس، هيدينا لون حلو وفي نفس الوقت ما يكونش طعمه طاغي على طعم البرتقال، نكون حاسين بطعم البرتقال. كده خلاص خلصت اللي انا هعمله عصير كله، صفيته. هحطه بقى في شفشق كده عشان خاطر اقدر احطه في الاكياس. هعبي بقى في كل كيس الكميه اللي انا عايزاها. انا حطيت حوالي 3 كوبايات كبار، طبعا دول هحط قدهم ميه تاني او اكتر. دول حوالي لتر عصير، ممكن ازودهم اخليهم 3 لتر، هيكون سكرهم مظبوط. يعني لو حطيت تلت الكوبايه عصير وزودت تلتين ميه كده السكر مظبوط، مش هتكون دلع ولا حاجه، لان احنا طبعا عاملين السكر بتاعه مركز والعصير نفسه مركز، طعمه حلو جدا. بس كده هعبي بقى الاكياس كلها. العصير اهو، دي كوبايه كبيره، يعني الجزء اللي تحت ده رفيع، انا حاطه تلتها كده عصير والتلتين ميه، كده مظبوط ومسكر كمان. وكمان العصير طعمه حلو قوي، احلى كتير من اي عصير جاهز بنشتريه. دلوقتي بقى هعبي بقيه الفاكهه اللي انا مقطعاها، واحط حبه برتقال من كل بقى الفاكهه اللي انا شايلاها، حتتين 3 جزر برضو مش اكتر من كده، ما تكتريش جزر عن كده. كل كيس حوالي عندك برتقانتين ونص جزرايه وموزايه وحتتين بنجر وحبه فراوله. طبعا لو موجود عندك كيوي او جوافه تحطي اي فاكهه موجوده تحطي منها برضو، هتكون حلوه قوي. ده هيعمل معاكي حوالي لترين عصير. وطبعا تزودي لهم السكر لان ده مش عليه سكر. بس كده اعبي الاكياس كلها بقى. ممكن تحطي في علب برضو، لو مش عايز تحطي في الكيس تحطي في علب، بس الكيس طبعا بيوفر مساحه اكتر من العلب. بس كده عملنا شويه عصاير حلوين جدا، وكمان ما خدوش معانا وقت،
وهيوفر علينا وقت كتير في رمضان، عشان طبعا نخلي معظم وقتنا في رمضان يكون لقراءة القرآن. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.